السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناتي قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله. النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض العصير الجميل ده. نقول يلا توفير ونعمل عصير موفر وينفع في رمضان وغير رمضان، ولا مواد حافظة ولا أي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله، والسكر مظبوط وكل حاجة فيه مظبوطة. عصير البرتقال بالجزر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا معانا نص كيلو جزر قشرناه، غسلناه وقشرناه وقطعناه، ومعانا 2 كيلو برتقال بلدي، وبرضو قشرناه وقطعناه وشلنا منه البذر وشلنا بقدر الامكان اللي هي القشرة البيضة دي عشان ما تعملش مرارة. هنحطه في حلة وهنضيف له كوباية 250 جرام سكر، وهنضيف له 2 لتر مية. الازازة الاولانية دي لتر مية، وهنضيف لتر تاني بس مش هنزود عن كده خالص في كل الخطوات. تمام. والسكر برضو مش هنزود في كل الخطوات، هيطلع مظبوط وجميل جدا وبإذن الله يعجبكم. هنغطي الحلة، وأول ما تغلي هنشوفها كده وهنغطيها، بس هنوربها ونوطي النار عليها. الأول النار كانت متوسطة، وبعد كده لما غليت وربنا الغطا والنار وطناها. تمام كده اهي. بصوا الغطا متوارب عشان ما تفرش وتبهدل الدنيا والبوتاجاز وكده دلوقتي لغاية ما الجزر يستوي معانا، بس تقريبا هياخد ساعة مش اكتر من كده على النار. الجزر استوى اهو معانا، هو ده السوى اللي احنا عايزينه. تمام. وهنضيف لها معلقة عسل الجلوكوز الكبيرة دي اللي هتظبط القوام وهتخلي الطعم جميل جدا. تمام. دلوقتي شلناها من على النار هنحاول نبردها شوية. المهم هنحطها دلوقتي في الخلاط، وهنضربها في الخلاط نفس كمية المية ونفس الكمية بتاعة البرتقان والجزر كلها واحد، وهنصفيه طبعا. بس هنعيد استخدام اللي بيطلع منه التصفية ده مرة تانية، واحدة واحدة مع بعض كده، ولا هيمرر معاكي البرتقان ولا اي حاجة خطيرة جدا. والله عصير روعة روعة، يعتبر بديل القمر الدين. بدل ما نشتري قمر الدين نعمل احنا في البيت. طبعا لفة القمر الدين دلوقتي بقت غالية، نستفيد بقى بموسم البرتقان ووجود البرتقان، والجزر رخيص برضو. اهو التصفية هنحطها في الحلة تاني، هنرجعها في الحلة تاني وهنرجع نضربها مع بقية الكمية اهو. ما شاء الله ما شاء الله، القوام مظبوط وروعة روعة. تشربي كده عصير مغذي عاملاه في بيتك وبإيدك ولحبايبك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لسه كمان بقية التصفية هنشوف الكمية هتطلع معانا كام لتر دلوقتي. خلاص هنحط الكمية اللي باقية اهو في الخلاط وهنضربها. كلها فيتامين سي، الجزر فيتامين سي والبرتقال فيتامين سي. هنقص الكمية حطيناها الاخرانية في كوباية كده، وبعد كده هنرجع نضربها تاني. دلوقتي بقى هنعبيها في الازايز، وهتطلع معانا حوالي 3 لتر، 3 ازايز، وبالشكل الجميل ده والمنظر الجميل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.